جينا كوبري قصر النيل النهارده اليوم التاني. ازيكم الاول؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وده النيل بتاعنا اللي احنا بنشرب منه بس متكرر حبتين. وبرج القاهره اهو ماشيين على الكوبري، هنروح البرج رمسي والهيلتون اهو. في مراكب في النيل، غير جميلة. نطلع البرج اوريكم. الله، مراته سايقة ازاي؟ مركب على الارض والونش ده برضه. بصوا المنظر من هنا، اقرب لكم كده. ممر بتاع البرج، مش ده ممر؟ ده الطريق بقى الكبير قوي كده للبرج فوق اهو. احنا دخلناه بقى كده خلاص. بابا وماما دول. طريق طويل. بيبس مطيع شاطر. شبه سمر كده. شوف انا لفيت قد ايه، عمري ما ركبت الجمل ده، بخاف من القوامه بتاعته. طب وانا ماشيه لا ما جابين اللي عايزه اسمع نقف قدام. هو مايل لجوه. هي بتاعتها يعني اجيب لها حاجه حريمي، بس انا هستخدمها معاها، يعني مشكله. لا بالعكس، انا معاكي. يعني انا لازم يبقى في حاجه. انا بتكلم في نقطه ان هي ممكن اصلا ان انت لو جبت لها حاجه للبيت هي تحفظ اساسا، فالهديه عكسيه اكتر. فاهمك. بس هي دي الفكره، يعني عايز تجيب حاجه في البيت هاتها بقى من غير مناسبه، لكن مش في عيد ميلادها مثلا او في عيد جواز. اصل احنا بقينا عمليين كده بيهرب. يعني دلوقتي بقينا مفيش وقت لفكره حاجه غير مناسبه، يعني اجيب لها ايه حاجه غير مناسبه. ببقى نفسي
تامر حسني ده ولا شهرة تامر. انت مالك يا عم؟ الراجل ده انت مش تامر خلي بالك. هو يوسف قريبه ولا حاجة؟ عشان يسجل. ده مش شايف. ده مش شايف. وبتتصل على يوسف. تقول لي هشتم. بالك كده. شارع المعز. بالونه هو كده ماما قدامي سؤال. مش عارفة ايه الموتوسيكلات اللي بتيجي في الوش دي. بصوا الجمال، محلات عتيقة، محلات عتيقة. كل ده جوامع بقى ومتاحف. ده جامع أثري، ده متحف النسيج. فوق في كافيه اهو على الروف بيغنوا فيه. عمق التاريخ يا بنتي. في فوق في كافيه على الروف بيغنوا فيه. بالي الله بحبه قوي عشان انا قصار.